السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، بحبكم كلكم في الله. النهارده نعمل حاجة، احنا في الصيف اهو، وبيقولوا ان اللبن في الصيف ما ينفعش يطلع جبنة ولا زبدة. قلت طب والله لا اجربه واشوف ليه ما بيطلعش. هو طبعا ده شيء مفروغ منه، ان لبن الشتاء بيبقى اتقل شوية من لبن الصيف، بس مش معنى كده ان احنا مش هنعرف نعمل شوية جبنة او نطلع منه حتة زبدة ولا قشطة ولا حاجة. لا، هنعمل وهنشوف كده ونجرب ونتكل على الله كده ونسمي بالله. عندي الفخارة دي اللي انتوا شايفينها دي، او الطاجن ده. هجرب فيه المرة دي. المرة اللي فاتت عملته في الشتاء وعملته في حلة ألمونيا، في فيديو فات قبل كده. ده هعمله في الطاجن الفخار ده. وعرفت ان هو بيطلع النتيجة هايلة جدا، لانه بيحتفظ بالحرارة شوية، بيحتفظ بالحرارة اكتر من الألمونيا واكتر من اي نوع تاني. دي برضو معلومة مهمة. هبتدي بقى ايه، عندي 4 كيلو لبن اهو، جايباه من اللبان اللي بيتعامل معاه على طول في الشتاء وفي الصيف. هفضي اللبن في الطاجن بتاعي وعلى قد الكمية اللي هياخدها. انا بصراحة لسه معرفش هياخد قد ايه. ففضيت كيلو وادي التاني، وحاولي وانتي بتفضي ارفعي ايدك كده لفوق زي ما انت شايفة، يعمل طبقة الرغاوي. طبقة الرغاوي دي هي اللي بتعمل طبقة القشطة، تخلي لك طبقة القشطة سميكة جدا. فحاولي وانت بتحطي اللبن ترفعي ايدك لفوق شوية، تعمل لك رغاوي كده على الوش. دي حاجة برضو. ادي حطيت 2، ادي التالت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. برضو شايفين، شفت الرغاوي عاملة ازاي؟ ادي التالت فضيناه كده. يعني ما اعتقدش انه هياخد الربع كله، الكيلو الرابع. وما شاء الله كيس، بص عامل ازاي، كمان اللبن حلو اهو. ادي الكيلو الرابع، وهصب كده بنفس الطريقة لحد ما الطاجن عندي يتملي. اشوف هياخد قد ايه. بس هو خد نص كيلو من الكيلو الرابع، خد منه نص كيلو بس، يعني الكمية دي عندي 3 كيلو ونص. بسم الله ما شاء الله. وهنشوف الكمية دي هتطلع لنا جبنة قد ايه و... وقشطة قد ايه، وهنشوف ان شاء الله النتيجة هتبقى كويسة. لان زي ما بقول لكم، انه بيقولوا ان اللبن في الصيف ما بيعملش لا قشطة ولا زبدة ولا جبنة ولا الكلام ده كله. خدت الطاجن ووديته في مكان دافي اهو، بس طبعا انا ما اقدرش اكمل واشيله واوديه. احطه مثلا في اوضه دفا، احطه في فرن دافي، بس المهم محدش يجي جنبه ويحركه. فبصراحه جبت الحاجه الله يديله الصحه هو اللي شال الطاجن عشان تقيل شويه على ايدي. وهسيبه تمني، يعني مثلا ايه لتاني يوم، احنا في الصيف. سبته، يعني عملته بالليل وسبته لتاني يوم بالليل في نفس التوقيت. يعني كنا حوالي الساعة 1 بالليل عملته، سبته للساعة 1 بالليل تاني يوم. في الشتاء بيقعد أكتر شوية، يعني بيقعد 3 أيام. وبسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بصي، بصي القشطة طالعة منه قد ايه، ما شاء الله. ما بقولك الرك على اللبان اللي انت بتجيب منه اللبن. يعني في ويعوذ بالله في ناس بتغش اللبن كتير يعني. فتبقي واثقة في اللبان اللي انت هتجيبي منه اللبن. بص تلاقي اللبن معلم كده في الكيس من جوه. بصي ما شاء الله، الله اكبر. بصي ال3 كيلو ونص لبن مطلعين كمية قشطة قد ايه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله ده خير يا جماعة. والله ما تعملي الحاجات دي بتحسي بفرحة كده في بيتك، وخير، خير جامد جامد في بيتك يعني. بجد احساس الواحد ما بيشوفوش في ما بتيجي تعملي اي نوع من انواع الاكل يعني، الا ده، الا الموضوع بتاع الجبنة والقشطة والحاجات والانتاج، الحاجات الجميلة اللي بتطلع من تحت ايدك. بص كمية قشطة طلعت قد ايه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هاخدها بقى احطها في التلاجة، تقعد لها مثلا 3 4 ساعات كده عشان اعرف اشتغل بيها بعد كده. دي بقى ايه، الجبنة بتاعتنا بعد ما شلت الطبقة اللي فوق القشطة. كده اقطعها كده
مربعات كده او مكعبات، واوريكم الجبنة عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص الجمال، بص مطلعة خرطة الجبنة على بعضها ازاي. بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعة الجبنة جميلة اهي. ان في الصيف والشتاء احنا محتاجين حتة جبنة نضيفة كده. جبنة القريش دي تعمليها جبنة قريش، تعمليها جبنة بيضة، الطريقة اللي تريحك اعملي بيها. انا بحب الجبنة القريش طبعا جدا اهو. طبعا الكمية دي قليلة، ممكن تعملي كمية اكبر، ممكن تعملي كمية اقل، اللي يعجبك خالص. يعني انا ممكن اعمل كمية اكبر من كده، ممكن اعمل 10 كيلو يقعد عندي. الجبنة دي تقعد عندي فترة طويلة. بصي مطلعة كمية جبنة قد ايه. بسم الله ما شاء الله. ادي الشرش اللي نزل من الجبنة، احنا لازم نصفيه. بتجيبي مصفى وتحطي فيها حتة شاشة زي ما انت شايفة كده اهو. شاشة طبعا بتاعة المطبخ. هنحط فيها بقى ايه، معلقتين ملح صغيرين كده، ممكن ما تحطيش خالص، دي حسب الرغبة. الملح ده انا عايزة ايه، يبقى فيها طعم جبنة القريش اللي احنا بنشتريها كده، اللي بتبقى مالحة شوية يعني. لا مش حادقة، لا تبقى إن فيها نسبة ملوحة كده. مش عايزة تحط ما تحطيش، ده الموضوع ده في ايدك يعني، براحتك خالص. اه ابتدي بقى اقلب الملح كده اهو على الجبنة. هي على طول بالصف الشرش بتاعها، بس انا لازم برضو اسيبها شوية. يعني بعد ما اقلب الملح كده على الجبنة، اروح قافلة بقى الشاشة دي خالص عليها جامد، واعصرها عصرة كويسة تنزل الشرش منها، واروح ركناها على جنب. احط عليها حاجة تقيلة بقى، احطها زي ما انت عايزة. بس حاولي تحطي الجبنة في التلاجة زي ما حطيت القشطة كده، مش زي الشتا. احنا في الصيف ممكن حاجة تبوظ مننا بسرعة. احطها بس. بص الشرش نازل منها ازاي. اسيبها برضو ما تصفي خالص خالص خالص. اربط بقى الايه، الشاشة بتاعتنا كده على الجبنة، اصفي منها. بصي كل ما بتضغطي عليها بتنزل ازاي اهي. نزل الشرش اللي فيها خالص، احنا مش هنرميه، اوعي. ده مهم جدا جدا، وهتشوفي هنعمل بيه ايه. احنا هنسوي بيه الهواية. خلي بالك من الحتة دي. حطيته وسبته زي ما هو، وهسيب الشرش تحتيه زي ما هو، وهبتدي احطه في التلاجة. احنا في الصيف زي ما قلتلك حطيه في التلاجة. حطيت الجبنة في التلاجة، وابتديت اطلع القشطة بتاعتي وابتدي اشتغل فيها. ممكن تعمليها بايدك زي الفلاحين كده ما بيعملوا، بس طبعا الواحد مفهوش صحة طبعا دلوقتي. فمضرب البيض عادي الكهرباء اللي ما عندك ده، ويسهل عليك الدنيا. هتضربي بيه القشطة زي ما انت شايفة كده. كان عبارة عن كريمة الأول، وما تضربي بقى، تقعدي تضربي فيها مثلا بتاع تلت ساعة كده ولا حاجة، لحد ما تلاقيها خرزت معاكي اهو، بنفس المنظر اهو. نضرب فيها لحد ما خرزت ازاي. التخريز ده، الحتت المكلكعة دي، هي دي الزبدة. سبحان الله، هي بتفصل لوحدها كده، بتفصل لوحدها عن اللبن اللي موجود في القشطة. وبرضو اللبن اللي موجود في القشطة ده تحفة، حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. وهقولك دلوقتي احنا بنعمل فيه ايه. بص كده، اديتها ضربة كمان عشان تجمع معايا بقى ايه، تجمع معايا الزبدة كلها عشان تفصل خالص من ايه، من اللبن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. بصي، بصي مسكت ازاي في في المضرب. بصي اتكونت ازاي. بصي هوريها لكم على ايدي اهي. بصي الزبدة، ده ما شاء الله. بصي ما شاء الله جميلة. بصي دهننت في ايدي ازاي. ابتدي بقى استغنى خالص، اشيل بقى المضرب بتاعي، وابتدي المها كلها كده من البولة بتاعتي اهو. الم كده، المها كلها. وادي اللبن اللي نازل ده مش شرش، ده لبن اللي بيبقى نازل نتيجة الضرب في القشطة. بتفصل مننا الزبدة، واللبن ده بيبقى على جنب. بس ده يا جماعة مش شرش. ده ممكن تاخديه تستعمليه في المعجنات، دي حاجة. وممكن تستعمليه بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا، اللي هو اللبن الرايب. تحفة.
أنا حطيته في كوباية، وأول ما حطيته في كوباية بألف هنا وشفا، ودوقته لابني عجبه وقال لي يا ماما ده زي اللي بنشتريه بالغلا قد كده، علبة قد كده اهو ب10 وب12 جنيه فيها بق. نبتدي بقى ناخد نجمع الزبدة بتاعتنا وهتصفيها كده، تعصريها ما بين ايديك، تنزل اللبن خالص اللي فيها اهو. حاجتك بتعمليها ببيتك بنظافة بايديكي، وعارفة انت بتعملي ايه. طبق فيه مية ساقعة فيها قطع تلج، وراح احطها عشان تجمد معايا الزبدة اهو. خدت بقية الزبدة، بسم الله ما شاء الله. بص طلعت كمية قد ايه، ال3 كيلو ونص والله يا جماعة. طلعت الزبدة قد ايه، بسم الله ما شاء الله اهو. قطعتين زبدة دي لو اتوزنوا هيطلعوا ربع كيلو. شوفي بقى الربع كيلو النهاردة زبدة بكام. الزبدة معدية طبعا دلوقتي، غالية جدا، ممكن تخش لها في 250 280 جنيه كمان. انا بصراحة ما بحاولش اشتريها من بره، انا بعملها على طول في البيت. اولا اوفر وانضف، وبطلع كذا حاجة، كذا منتج. اعمل لبن وبعمل قشطة وبعمل الشرش وبعمل جبنة قديمة. تعملي كل حاجة في بيتك، والخير كله ان شاء الله بقى في بيتك. بقلبها بس كده في المية الساقعة، عشان بصي بتتجمد ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصي جزء قد ايه، حتة قد ايه، يعني انا ايدي ميزان بصراحة. يعني انا قدرتها كده، بتاع مثلا يا ستي بلاش ربع كيلو، بتاع 200 جرام. شوفي برضه يبقى بكام. خلاص كده خلصنا من الزبدة، وعملتها وكورتها كده. سيبها شوية في المية الساقعة عشان احطها بقى في ايه، على جنب، او احطها في التلاجة استعملها، او اعملها اسيحها. بس طبعا عشان دول قطعتين صغيرين، فقلت هخليها زي ما هي كده، احطها في علبة، احطها في التلاجة، استعملها بقى لايه، للاكلات الجميلة بتاعتنا. البسبوسة اللي بتعشق السمنة البلدي، الزبدة، نعمل بيها، نحط في القرص نعمل بيها رز، تعملي بيها حاجات كتير جدا بتبقى تحفة بصراحة. لكن انا ممكن تكوني كمية قشطة على بعضها من كذا مرة، وتعملي كمية زبدة كبيرة وتسيحيها، وتحطيها ببطرمان عندك كده، تستعمليها بقى ايه زي ما انت عايزة. إيه دي الجبنة اهي، بعد ما صفيتها خالص من الشرش، بحطها كده في علبة زي القالب كده، عشان تبقى ايه، تبقى سهل للتقطيع. بقى منها حتة كده، احطها في طبق كده، احط عليها بقى شوية ايه، شوية زيت وشوية شطة، وطاية، تاكليها براحتك. بفضي قلبت العلبة اهو على طبق عندي، عشان اعرف اقطعها. تقطعيها في طبق واسع عشان تعرفي ايه تشيلي القطعة بقطعتها اهو. تقطعيها بالطريقة اللي تريحك، تقطعيها كده، تقطعها مكعبات، تقطعها مثلثات، تقطعها زي ما انت عايزة. انا قطعتها كده على 6 قطع، بسم الله ما شاء الله. الجزء ده يوزن حوالي كيلو اكتر. كيلو جبنة قريش النهاردة مثلا بتاع 55 جنيه. احسبي بقى من ال3 كيلو ونص لبن. اللبن النهاردة البلدي بيتباع في السوق ب24 جنيه عند اي لبان. واللبان كمان اللي هو بيبيع لبن حلو وعنده ذمة، ب24 جنيه الكيلو لبن. احسبي بقى 3 كيلو ونص قد ايه. طلعت منه كيلو جبنة، وطلعت منه ربع كيلو زبدة، وطلعت منه رايب، طلعت منه شرش. حطيتها شوية بس في التلاجة كده عشان اعرف ايه اعمل الخطوة اللي بعد كده، لانها كانت لسه طرية والدنيا حر. فايه خلي بالك من النقط دي. يعني قبل ما احطها كده في كيس التلاجة ده، جبت كيس تلاجة وقطعت كل كيس، فتحته على جزئين كده، ولفيت في الجبنة. دي طريقة حفظ الجبنة. لو عندك كمية كبيرة وعندك صفيحة كبيرة، أو جردل البلاستيك كبير، وعملت كمية كبيرة، ممكن تعمليها بنفس الطريقة. بتلف كل قطعة البلاستيك ده، في الأكياس دي. كيس هو طبقة واحدة، يعني انت قطعت الكيس على 2
اهو شايفة، بتلفيها تقفلي عليها، بس احنا لا بنعقد ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله، طلعوا 6 قطع. بسم الله ما شاء الله. شوفي بقى، انت بتشتري القطعة من عند اللبان بكام، ودي بخيرها. تاكليها تحس ان انت بتاكلي جبنة فيها زبدة، مش جبنة قريش محجرة زي اللي بنجيبها بصراحة من بره. شايفين المنظر؟ بصي، خلاص كده خلصناها، حطيناها في علبة. علبة تبقى غويطة شوية، لازم تبقى غويطة، عشان هقولك دلوقتي هنعمل فيها ايه. الشرش اللي عندنا حطيته على البوتاجاز وانا شغالة، غليته، لازم يغلي، وتروحي طافية عليه وتسيبيه يبرد خالص. على ما تخلصي القصة اللي انت بتعمليها دي يبرد. الشرش ده حطيته على البوتاجاز غالي، خلي بالك من النقطة دي، وسبته لما يبرد خالص. وبعد كده ابتدي احطه على الجبنة بتاعتنا المغلفة دي. غطيها بس، مش شرط ان العلبة تتملي على الاخر، المهم يبقى فيها شرش. وعايزين بقى احلى لايك من ايدكم الجميلة، عشان الفيديو ده يوصل لاكبر ناس. قرنين فلفل كده حلوين تحطيهم كده على الوش، اهو زي ما انت شايفة كده. برضو بيدي زي ما ادى حفظية كده للجبنة يعني، وممكن يتاكل بعد كده. بسم الله ما شاء الله، ادي الجبنة بتاعتنا اهو. جبنة لبن الصيف يا جماعة. ألف هنا وشفا. مشتركش في القناة بعد إذنكم يشترك، عشان الموضوع ده يوصل لكل الناس، وأحلى لايك من إيديكم، وتشجعونا بقى. عايزين القناة كده تكبر كده برضاكم عننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.